السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. كتاب الإجارة. ما هي الإجارة؟ الإجارة في اللغة اسم للأجرة، أو مشتقة من الأجرة. الأجرة هذه الأجرة، تعرفون الأجرة؟ الأجرة الشيء، المبلغ من المال الذي ندفعه مقابل استئجار شيء. إذا أنا ركبت تاكسي أنا أعطيه أجرة، صحيح؟ أعطيه كم؟ أنا أريد من هنا أذهب إلى فتى كنال، أدفع كم؟ يقول الأجرة 100 روبل، هذه أجرة، تمام؟ وهذا العقد اسمه، أنا فعلت مع السائق عقد يسمى بعقد الإجارة. أنا أريد أن توصلني إلى فتى كنال، هذه إجارة، عقد اسمه عقد الإجارة. كم تأخذ هذه الأجرة؟ قال أخذ 100 روبل، هذه هي الأجرة، تمام؟ يبقى إذن الإجارة اسم مشتقة من الأجرة، تمام؟ وهو ما يدفع، تمام، مقابل إيه؟ مقابل هذه الإجارة. طيب، الإجارة شرعا ما هي؟ قال هي بيع المنافع. الإجارة بيع المنافع، أو قيل هي عقد، تعريف آخر، عقد على المنافع بعوض. مرة أخرى، الإجارة هي بيع المنافع أو عقد على المنافع بعوض. عقد على المنافع بعوض. ما معنى بيع المنافع؟ يعني هل أنت تبيع السلعة؟ لا، أنا أبيع المنفعة فقط. كيف تبيع المنفعة؟ مثلا أنا عندي شقة، تمام، في البيت، لا أسكن فيها، أنا أسكن في بيت آخر، وجاء علي بك قال يا شيخ أنا أريد أؤجر هذه الشقة. تريد تؤجر أم تريد تشتري؟ قال لا أريد شراء. بكم هذه بمليون. إذا شراء، إذا بيع وشراء هذه. لماذا؟ لأنه إذا اشترى سيشتري الشقة، سيشتري العين. هذا في البيع، سيشتري الشقة كاملة ويعطيني مليون روبل. قال لا، أنا أريد أن أؤجرها. يعني ماذا تؤجرها؟ قال يعني أنا أنتفع بها فترة من الوقت، يعني أخذ شهر، شهرين، سنة أنتفع بها. فأنا هنا أبيع له المنفعة، أبيع له المنفعة. ماذا تفعل بها علي بك في الشقة؟ قال أسكن فيها، هذه منفعة. قال لا، أنا لا، أنت تريد تسكن فيها؟ قال لا أريد أن أسكن فيها، إنما أفعل فيها مثلا مستشفى، يعني أنتفع بها. مثل أنا دكتور أفعل بها عيادة أجلس فيها وأعالج المرضى. ممكن يقول لا، أنا لا أفعل فيها هكذا، أنا أريد أن مثلا آتي بها، عندي طيور كثيرة وحيوانات، أريد أن أضع فيها الطيور والحيوانات. هذه منفعة، هذه كلها منافع. يبقى أنت عندما تدفع نقودا لا تدفع نقودا من أجل أن تتملك الشقة وتتملك البيت، إنما تدفع نقودا من أجل إيه؟ من أجل المنفعة. المنفعة هي السكنة، فإذا أنت تسكن تدفع، يبقى أنت تسكن إيه؟ تدفع نقود. فهي بيع، أنت تبيع، تمام، المنافع. فهمنا؟ المنفعة اللي هي السكنة يعني. ما حكم الإجارة؟ ما حكم عقد الإجارة هذا؟ جائز على خلاف القياس. مثل إيه؟ مثل عقد السلم. عقد السلم قلنا أيضا جائز على خلاف القياس، لأن عقد السلم بيع المعدوم. السلم قلنا بيع المعدوم. وهذه الإجارة أيضا جائزة لكن على خلاف القياس. لماذا؟ لأن المنافع كيف نعرفها؟ كيف نملك المنفعة؟ إذا أنت تنظر حقيقة ربما تقول لا يجوز، إما أن تعطيني الشقة وتملكني إياها، وإما لا يجوز. أنت كيف المنفعة؟ أنت تقول تملك المنفعة، والمنفعة هذه ليست يعني شيئا، يعني عرضا أن أمسكه أو أتسلمه. هذه منفعة، السكنة هذه هي المنفعة، ولكن جوزت على خلاف القياس لحاجة الناس إليها. نحن نحتاج إلى ذلك، نحتاج إلى إيه؟ الإجارة. طيب،
قبل أن نتكلم على أحكام الإجارة ولماذا شرعت الإجارة على خلاف القياس، لأننا قلت هي بيع المنافع جوزت على خلاف القياس لحاجة الناس إليها، الناس محتاجة إلى الإجارة فجوزناها. هناك أنواع للتمليك. التمليك له أنواع. ما هي أنواعه؟ نوعين: تمليك عين وتمليك منافع. ما هي أقسام الحاجات دي؟ ممكن تأتي في الامتحان. ما هي أنواع الإجارة التمليك؟ أنواع التمليك نوعين: إما تمليك عين وإما تمليك منافع. تمليك عين وتمليك منفعة. تمليك العين إما أن يكون تمليك عين بعوض، وإما تمليك عين بغير عوض. مرة أخرى، التمليك نوعان: تمليك عين وتمليك منافع. تمليك عين وتمليك منافع. نحن الآن في تمليك العين. تمليك العين له نوعان: إما تمليك عين بعوض، مثل ماذا؟ مثل البيع. أنا إذا اشتريت هذا التليفون من إسماعيل، هذا ملكني، أتملك هذا التليفون؟ نعم، هذا تمليك عين بعوض، يعني بمقابل. أنا أخذت التليفون أعطيته 1000 روبل، هذا تمليك. نعم، أنا تملكته بنقود أم لا؟ نعم، بنقود. يبقى هذا تمليك عين بعوض، أي بمقابل، أي بنقود، وهذا هو البيع. وهذا هو النوع الأول من التمليك بعوض. وتمليك عين بغير عوض، مثل ماذا بغير عوض؟ يعني بدون مقابل، وأنت تتملك هذا التليفون، تأخذه ويصبح ملكك. نعم. كيف؟ قال هذا تمليك عين بغير عوض. إذا أنا قلت لإسماعيل تفضل هذا التليفون هدية مني لك، هذا التليفون هدية، هو يأخذه أم لا؟ يأخذ. يصبح في ملكه أم لا؟ نعم. هل دفع شيئا؟ ليس. هذا تمليك عين لكن بدون عوض، بدون نقود. هذا النوع الأول من التمليك. أنا قلت عن تمليك نوعين: تمليك عين وتمليك منفعة. أنا أتحدث الآن عن تمليك العين. تمليك العين، فتمليك العين بعوض مثل البيع، يعني لأنك تدفع نقود وتشتري. لكن تمليك عين بغير عوض مثل الهدية، مثل صدقة. هذا التليفون صدقة، خذه لك. هو يتملكه؟ نعم يتملكه، ولا يدفع شيئا. فهمنا حتى الآن هنا؟ فهمت يا إسلام؟ نعم. تمليك عين، هذا النوع الأول من التمليك وهو تمليك العين. النوع الثاني تمليك المنافع. تمليك المنافع له قسمين وله نوعين. ما هما؟ تمليك منفعة بغير عوض، لا أدفع شيء وأتملك المنفعة. كيف؟ أنا هذا الكتاب صفر بي قال يا شيخ أنا أريد هذا الكتاب منك، ماذا تفعل به يا صفر؟ قال أريد في البيت أقرأ فيه وإن شاء الله غدا آتي لك. هو هل اشترى هذا الكتاب؟ لا، لأنه إذا تملكه بالشراء سيدفع نقودا. هل أنا أصبح ملكه ولكن كهدية أنا أعطيته بدون نقود؟ لا. أمال ماذا؟ هذا تمليكه منفعة. ما منفعة؟ هو ينتفع به، يقرأ فيه يومين ثلاثة ويأتي به. هنا تملك المنفعة، لم يتملك الكتاب، هو تملك المنفعة فقط، هو استفاد منه. هذه المنفعة هي تمليك، هو تملك المنفعة. فهذا تمليك المنافع بغير عوض، هو لم يدفع شيء، لم يدفع 200 روبل حتى ينتفع به يعني. طيب، هذا تمليك المنافع بغير عوض. ثلاثة، أو النوع الثاني من تمليك المنافع تمليك المنافع بعوض. تمليك المنافع بعوض. كيف تمليك المنافع بعوض؟ مثل الإجارة. يا شيخ أنا أريد هذا الكتاب. نعم، ماذا تريد منه؟ أنا أستفيد منه أقرأ في البيت. بكم؟ قال أعطيك 100 روبل. ومتى تأتي به؟ قال غدا. يبقى انظر، تمليك المنفعة، هو يأخذ الكتاب وينتفع به ومع ذلك دفع نقودا، دفع 100 روبل. هذا إجارة. هذا هو درسنا. هذا لماذا؟ لأنه تملك المنفعة، بس تملك المنفعة بعوض. تملك المنفعة بمقابل دفع دفع نقودا. فهمت؟
فهمت يا ديانة؟ فهمت ديانة؟ هذه هي أقسام التمليك أو أنواع التمليك. تمام. طيب نقول أن الإجارة جوزت على خلاف القياس لحاجة الناس إليها. لماذا شرعت الإجارة على خلاف القياس؟ قالوا لأن المنافع معدومة. المنفعة، أنت تسكنين في الشقة وتريدون أن أسلم لك ليس الشقة هذه يعني عين، أنا أريد أن أسلم لك المنفعة. كيف تسلم المنفعة؟ كيف تسلم السكنة لا تسلم. أنا أسلمك الشقة حتى تسكنين فيها وتنتفعين فيها، لكن المنفعة ذاتها لا تسلم. تمام. ولذلك قال هي شرعت على خلاف القياس لأن المنافع معدومة، وبيع المعدوم لا يجوز إلا أن جوزناها لحاجة الناس إليها. ولذلك منع شمس الأئمة السرخسي هذا العقد، منعه شمس الأئمة السرخسي، وقال إنما يشترط الملك والوجود للقدرة على التسليم، يعني لا بد من أن يكون الشيء واضحا ومملوكا لي وأقدر أستطيع أن أسلمه، وهذا لا يتحقق في المنافع. أنا لا أستطيع أسلمك السكنة، إنما أستطيع أن أسلمك الشقة لتسكن فيها. فهمت هذه؟ المنفعة، أين المنفعة؟ المنفعة هي السكنة. كيف نسلم السكنة؟ السكنة لا تسلم، لكن أنا أسلمك الشقة لتسكن فيها لتنتفع بها. لكن إذن المنافع معدومة، المنافع غير موجودة، لكن ما هو الموجود؟ الشقة. فإذا سلمتك الشقة ودخلت بها أنت انتفعت بها. فهو لذلك شمس الأئمة السرخسي هذا قال لا بد من الوجود والملك والقدرة لتسليم المنفعة، وهذا ليس موجودا. إذن هي لا يتحقق هذا في المنافع، لأنه عرض لا تبقى زمانين فلا معنى للاشتراط. طب فماذا نفعل؟ قال أقمنا العين التي سننتفع بها الشقة مكان المنفعة. فإذا سلمتك الشقة وأنت لم تسكن فيها، يعني أنا قلت من أول نوفمبر أنا أعطيك الشقة ب1000 روبل في الشهر من أول نوفمبر، وأنت أخذت مفتاح الشقة من أول نوفمبر ولم تسكن فيها، ستدفع أجرة أم لا؟ حتى لو لم تسكن فيها. لماذا؟ لأنني سلمتك العين، سلمتك الشقة، حتى لا انتفعت بها لم تنتفع، ولكن هي عندك. فلذلك أنا عندما سلمتك الشقة أقمنا العين مكان المنفعة ومقام المنفعة. تمام. فإذا أقمنا العين مقام المنفعة وتسلمت العين، إذن كأنك تسلمت المنفعة سواء انتفعت بها أو لم تنتفع. أقمنا العين المنتفع بها مقام المنفعة في حق في إضافة العقد إليها ليترتب على ذلك القبول والإيجاب، كقيام الذمة التي هي محل المسلم فيه مقام المعقود عليه في عقد السلم. وتنعقد الإجارة ساعة فساعة. المفروض الإجارة تنعقد ساعة وساعة، يعني كل ساعة نعطي أجرة كل ساعة. لماذا؟ لأنك أنت انتفعت ساعة من الوقت بهذه الشقة، بعد ساعة ديانا نريد أجرة ماذا؟ الساعة التي انتفعت بها. أنت انتفعت نعم ساعة، نعم أريد الأجرة. طب إذا ساعة كل دقيقة أنت تأتي تريد أجرة، وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة ليقترن الانعقاد بالاستيفاء، فيتحقق بهذا الطريق بالانتفاع التمكين من استيفاء المعقود عليه. استيفاء المعقود عليه اللي هو الإجارة. تمام. فتنعقد ساعة فساعة، ولكن نحن نتفق على الأجرة زي كما نأخذ إن شاء الله، نتفق بعد ساعة، نتفق الأجرة كل يوم، نتفق الأجرة كل شهر، نتفق الأجرة كل سنة. هذا يجوز كما سنأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى. الإجارة حكمها جائزة، ولكن جائزة على خلاف القياس كما قلنا لحاجة الناس إليها، لأن المنافع معدومة، فأقمنا العين مقام المنفعة حتى يصح العقد. ما الدليل على أن هذا العقد جائز؟ من القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال الله سبحانه وتعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. تمام.
أي العمل بالأجر. هذه أدلة من القرآن الكريم على جواز الإجارة. أما الدليل من السنة على الإجارة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. إذا أنت استأجرت أحد، تاكسي، استأجرت شقة، استأجرت أحد يعمل عندك، لابد أن تعلمه كم سيأخذ في الشهر، في اليوم، على حسب الاتفاق. لذلك من الناس من يعمل في اليوم ب2000 روبل، اليوم ب3000 روبل. لابد أن نتفق: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بها فأقرهم على ذلك. وعلى ذلك الإجماع منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، الناس متفقون على جواز وعلى مشروعية الإجارة. لكن ما هي الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة؟ الإجارة هل تنعقد بلفظ البيع؟ الإجارة ليس، تمام، ولا تنعقد بلفظ البيع. لماذا؟ لأن البيع وضع لتمليك الأعيان، وضع لتمليك هذه السلعة، أنا أتملك العين وليس المنفعة. البيع تمليك للعين، أما الإجارة فهي تمليك للمنفعة. لذلك لا تنعقد الإجارة بلفظ البيع، لأنه وضع لتمليك الأعيان، والإجارة تمليك منافع معدومة. ويبدأ بتسليم المعقود عليه، يعني أبدأ بتسليمه الشقة ليتمكن من الانتفاع بها، لأن عين المنفعة لا يمكن تسليمها، فأقمنا التمكين من الانتفاع مقامه كما قلنا في الأعلى. ما هي شروط صحة الإجارة حتى الإجارة تكون صحيحة؟ ما هي شروط صحتها؟ قالوا: أول شيء لا بد من كون المنافع والأجرة معلومة. ما المنافع؟ كون المنافع معلومة. أولا لابد أن تقول لي أنت تريد الشقة لماذا؟ هل تريد الشقة لتسكن فيها أنت وأسرتك؟ هذه منفعة للسكنة. هل تريد أن تفتح الشقة دكانا؟ هذه رقم 2. هل تريد أن تفتحها حظيرة تضع يعني في هذه الشقة الطيور والحيوانات؟ لابد أن تكون المنافع معدومة. لابد أن تبلغني وتقول لي: يا شيخ أنا أريد هذه الشقة للسكنة، أنا أريدها للدكان، أنا أريدها لتربية الحيوانات. لابد أن تكون معلومة من البداية. لماذا؟ قطعا للمنازعة. لأني أنا ربما علي بك يأتي يقول: شيخ أنا أريد الشقة وأجرها. نعم تفضل علي بك، ليس مشكلة. بكم في الشهر؟ ب1000 روبل. أخذ الشقة علي بك. بعد يوم يومين ذهبت إلى الشقة، هناك كنت أمر وجدت حيوانات. ما هذا؟ يا علي بك أنت أخذت الشقة لتسكن فيها؟ قال: لا أيوة أسكن، أنا عندي فيلا كبيرة، كيف أسكن في هذه الشقة؟ وما لماذا؟ قال: أنا أجرتها لكي أضع فيها الحيوانات. كيف ذلك؟ وأغضب أنا وهكذا. لماذا؟ قطعا للمنازعة. هذا شرط من شروط صحة الإجارة. لابد من البداية أعرف ماذا تفعل في الشقة، ماذا تريد المنفعة بها. لذلك قال: ولا بد من كون المنافع معلومة، ولا بد من كون الأجرة معلومة. كم ستدفع؟ ليس مشكلة علي بيه، أنت أخي ليس مشكلة، تفضل خذ الشقة وكما تريد. بعد شهر يأتي علي بك: يا علي بك نريد الأجرة. كم يا شيخ؟ 10,000 روبل. كيف 10,000؟ لا هذه 1000 واحدة خلاص. كيف 10,000؟ هذه لا تستحق 10,000. لا إذا لا تدفع 10,000 لا يمكن. ويبدأ الخلاف بيننا. لذلك لابد من البداية حتى لا يحدث منازعات، حتى لا يحدث خصومات بيننا. لابد من كون المنافع معلومة وكون الأجرة معلومة. كون الأجرة معلومة. طيب ماذا تكون الأجرة؟ الأجرة نقود فقط؟ لا، الأجرة ليست نقود فقط. الأجرة، انظر هذا يقول: ما الذي يصلح أن يكون أجرة؟ ما هي الأشياء التي تصلح أن تكون أجرة؟ قال: ما يصلح أن يكون أجرة هو ما يصلح أن يكون ثمنا. كل شيء يصلح أن يكون ثمن يصلح أن يكون أجرة. لماذا؟ لأنه ثمن. المكيلات يعني القمح والشعير ما يكال، والموزونات أي شيء مما يوزن، والمزروعات والمعدودات المتقاربة، كل هذا يصلح أجرة على الوجه الذي يصلح ثمنا. كيف ذلك يا شيخ؟
يعني علي بك قال أنا أؤجر الشقة بكم يا شيخ أحمد؟ قلت له ب1000 روبل في الشهر، 1000 روبل، لكن لا أعطيك نقودا، لا أعطيك روبل. ماذا تعطيني؟ قال أعطيك بيضا. بيض؟ نعم، أنا عندي أنا أبيع بيض كثير، كل شهر أنت تذهب تشتري من الدكان بيض؟ قلت نعم أنا أشتري. قال خلاص أنت لا تشتري بيض من الدكان، أنا أؤجر الشقة، أنا ياتسا تمام، أنا تمام. لا تعرف بيض يا إسماعيل باللغة العربية؟ تمام. هنا قال أنا أعطيك مقابل الأجرة لا أعطيك 1000 روبل، أنا أعطيك في الشهر كم بيضة؟ 100 بيضة. 10 في 100 ب1000، إذا البيضة الواحدة ب10 روبل يبقى إذن إيه ب1000 إيه 1000 روبل. هل يجوز هذا؟ يجوز؟ يجوز أم لا؟ يعطيني بيض في الشهر، كل شهر يا ابني اسمه عبد الرحمن، يا عبد الرحمن خذ الأجرة تعالى. يجوز؟ أي نقود؟ قال لا ليس نقود، نحن اتفقنا. ماذا اتفقت؟ خذ هذا البيض إلى أمك خلاص، لا ندفع أجرة. هل هذا يجوز؟ نعم. البيض هذا ثمن أم لا؟ البيض ثمن، يجوز أن نبيعه ونشتريه وأنا أدفع نقود عندما أشتري. إذن كل ما صلح أن يكون ثمنا صلح أن يكون أجرة. فهمنا؟ تمام. يبقى إيه؟ كذلك الحيوان يصلح، إذا كان كل شهر أعطيك برانا. حيوان. الحيوان هذه الشقة ب5000. ليس مشكلة. مش هذه نقود أم لا؟ أنا إذا أخذت الحيوان وبعته نقود، يأتي بنقود أيضا. تمام. يبقى إذن كل ما صلح أن يكون ثمنا صلح أن يكون إيه أجرة. والحيوان يصلح إن كان عينا، أما إذا كان دينا فلا، لا يصح أن يكون دينا، لابد يكون موجودا ونسلمه، لأنه لا يثبت في الذمة. والمنفعة تصلح أجرة في الإجارة إذا اختلف جنسهما، ولا تصلح ثمنا إيه في البيع، لأن الثمن يملك بنفس العقد، والمنفعة لا يمكن تمليكها بنفس العقد. بما تفسد الإجارة؟ الإجارة تفسد بالشروط. الإجارة تكون فاسدة بالشروط. إذا اشترطت، تمام، إذا اشترطت شرطا ليس جيدا، شرطا فاسدا، فتفسد الإجارة. ويثبت فيها خيار الرؤية وخيار الشرط وخيار العيب والإقالة والفسخ مثل البيع تماما. انظر عقد البيع، عقد البيع هناك خيار شرط وخيار رؤية وخيار عيب وإقالة وهكذا. كذلك الإجارة يوجد فيها خيار الرؤية، أنا أجرت بعد ذلك لا يعجبني، ما هذا المسكن، أنا كنت أظنه مسكن جيدا. خيار الشرط يجوز، خيار العيب وجدت عيبا في المكان الذي أنا سأسكن يجوز. يبقى إذن أحكام الإجارة مثل أحكام البيع، فيثبت فيها خيار الرؤية وخيار الشرط وخيار العيب والإقالة والفسخ، يعني يجوز أيضا الفسخ. بما تعلم المنافع؟ بما تعلم المنافع يعني أنت تقول لابد من معرفة المنفعة. كيف أعرف المنفعة أنا؟ المنافع تعلم بذكر المدة. كم شهرا تسكنين عائشة في الشقة؟ شهر شهرين، لابد نحدد من البداية. تمام. كسكن الدار وزرع الأرضين مدة معلومة، يعني إذا كان سكن الدار سأسكن شهرا. الأرض هذه كم عاما تزرعينها؟ عام واحد أزرع فيها مثلا بطاطس، أزرع فيها هذه الأشياء ثم أسلمها لك. لأن المدة إذا علمت تصير المنافع معلومة. هذا إذا كانت أرض، إذا كانت سكنة، إذا كانت شقة، هكذا. أو المنافع تعلم بالتسمية كصبغ الثوب وخياط. أنا عندي قماش أريد أن أخيطه، عائشة تخيط، تفضل يا عائشة أنا أريد أن أخيط هذا الثوب. الخياطة هذه منفعة. تمام. يبقى لابد، هل هذا الثوب أنت تريدين المنفعة به أن أخيطه لك أم أصبغه لك أم ماذا أفعل؟ فلا بد أن نعين من البداية كصبغ الثوب وخياطة الثوب. أو إجارة الدابة لحمل شيء معلوم، أو أجرت دابة ليركبها مسافة معلومة. لماذا؟ لأنه إذا بين لون الصبغ وقدره وجنس الخياطة وقدر المحمول، يعني إذا كان يريد يؤجر سيارة ليحمل عليها طنا من حديد أو طنا من قطن أو طنا، يعني لابد تحدد من البداية، لأن ربما الدابة
لا تتحمل أنت، يعني تقول أحمل عليها طن ماذا؟ أنت تريد ناقلة كبيرة، ليست هذه الدابة التي تحمل مثلا طن مثلا. وتحدد المسافة، أنا أؤجر السيارة حتى أذهب بها إلى موسكو، يبقى نحدد، أم ستذهب بها إلى شيشان، أم تذهب بها إلى تركيا، يبقى نحدد. أو بالإشارة كحمل هذا الطعام، أنت تقول أنا أريد أن أؤجر هذه الدابة، ماذا تفعل بها يا شيخ؟ هذه الأشياء أنا أريدها. يعني هذه الأشياء تحملها فوق الدابة؟ نعم هذه أشياء قليلة ليس مشكلة. يبقى إذا أنا أشرت إلى هذه الأشياء، يبقى إذن علمت هذه الأشياء، علمنا المنفعة ما هي الدابة ستؤجر من أجل هذه الأشياء. لذلك قال أو بالإشارة كحمل هذا الطعام، لأنه إذا عرف ما يحمله تمام على الدابة والموضع الذي يحمله إليه، أنت ستأخذ هذا الطعام من هنا إلى أين؟ إلى موسكو. كم تأخذ؟ 1000 روبل. خلاص يبقى كل شيء معلوم، الأجرة معلومة، المدة معلومة، المنفعة معلومة، ماذا ستحمل. يبقى هذه هي المنافع، بما تعلم المنافع. هذه هي كيف تعلم المنافع. هذا يكفينا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.